السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم من جديد، والمسلسل اللبناني الاكثر مشاهدة في لبنان والوطن العربي. وتعالوا سريعا نشوف اهم احداث الحلقة الجديدة. بس في البداية خلونا ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وكمان ما ننساش نشترك في القناة ونفعل جرس التنبيهات على الكل، وده طبعا علشان يصلك كل حلقات المسلسل اول باول. ودلوقتي يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. وفي اول مشهد لينا بنشوف الشرطة بتيجي لندى وبيعرفوها انهم بيدوروا على ورد، وفي نفس الوقت ندى بتروح مع الشرطة، وهنا في بترد وبتقول انها هتدور في المستشفيات. لكن بعدها ندى بتتصل بفي وبتقول لها ان ورد موجوده في المستشفى، وباسل بيخبر عليا باللي صار مع ورد، لكن عليا ما بتهتمش بالموضوع. ورحاب بتعرف مساعده عليا انها حامل، وبنشوف جواد انه بيعرف عليا انه لازم يخلص موضوع الحمل ده في اسرع وقت ممكن، وده طبعا قبل ما ينتشر الخبر على الصحف. وبنشوف جواد لما بيروح يشوف اخوه مالك، ولميا بتقول لجواد ان مالك ما بتصرفش بشكل طبيعي، وطبعا كأن في شيء هو بيخبيه. لكن بنشوف جواد وهو بيحكي مع مالك وبيعرفه كل حاجة حصلت مع ورد، وفي نفس الوقت بيسأله لو يعرف حاجة عن ورد، لكن مالك بيرد عليه وبيقول له ما عرفش اي حاجة. وجواد بيقول له ما تقلقش انا مش هقول لامك على اي حاجة. بنشوف ندى لما بتوصل المستشفى ومعاها طلعت ورفيف، وطبعا بيشوفوا ورد في المستشفى وحالتها بتتحسن كتير. وفي نفس الوقت بيوصل نتيجة التحليل الدي ان ايه، وبنشوف في وهي بتقرأ نتيجة التحليل، وهنا بتتأكد ان رحاب هي فعلا امها. وطبعا بتتفاجئ كتير جدا بنتيجة التحليل، وبتكون صدمة ليها كبيرة جدا، لكن الفرحة بتاخدها علشان تنتقم من عليا. وفي نفس الوقت بينتشر الخبر في الصحف كلها، والناس كلها بتعرف ان عليا حامل، وبنشوف هدايا كتير جدا بتوصل لعليا علشان المولود الجديد. وطبعا جواد بيكون متعصب كتير جدا، وبتيجي لميا وبتبارك له، وطبعا لميا بتكون مبسوطة كتير جدا. وفي بتروح لرحاب وبتحاول تستفزها، وفي نفس الوقت في بتعرفها وبتوريها نتيجة تحليل الدي ان ايه، وطبعا انها ام عليا. وطبعا رحاب هنا بتنكر ده كله وبتقول لها نتيجة التحليل دي مزيفة، وفي هنا بتطلب منها تنادي عليا علشان يعرفوها نتيجة الفحص. وطبعا في بتهددها انها هتعرف عليا كل حاجة. ولغاية هنا وسريعا كانت دي اهم احداث الحلقة. استنونا الحلقة اللي جاية، ودلوقتي اقدر اقول لكم سلام.